مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. أمطار وعواصف رعدية متوقعة خلال يوم غدا الاثنين بإذن الله على الولايات الساحلية وخاصة بالولايات الغربية. أمطار حاضرة بالعاصمة الجزائرية بتياريت بمعسكر بغليزان وتلمسان وبوهران، وأجواء مستقرة ومشمسة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. وتشير التوقعات للنموذج الأوروبي خلال زوال يوم غد الاثنين 4 ماي استمرار تكونات رعدية على المرتفعات الجبلية وعلى الولايات الغربية الجزائرية، ويجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. خلال زوال يوم الاثنين ومساء يوم الاثنين استمرار أمطار وعواصف رعدية متوقعة بوهران بسيارة بتلمسان بمعسكر كذلك برأسلمة. أمطار حاضرة إن شاء الله على غليزان كذلك بتسمسيلة خميس مليانة. أمطار حاضرة بعين وصارة وبالبليدة وبالعاصمة الجزائرية وبجيجل والمدية وتيزوزو، وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتامنراست والإليزي. أمطار حاضرة على المشرية والقصدير وسيدي بلعباس ووهران وتيارت وبلول والمدية وتيزوزو، وكذلك ببرج بوعريريج والبويرة. أمطار حاضرة بالسطيف وجيجل وبجاية والشلف ومستغانم وقسنطين وبوسعادة وبريكة. هذه الأمطار والعواصف الرعدية المستمرة خلال يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 ويوم الأربعاء 6 ماي. أمطار مستمرة على بسكرة وتبسة وقسنطينة وجلفة وتياريت وتلمسان ومعسكر وغليزان والمشرية، وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتامنراست والإليزي. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بحول الطقس بالجزائر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا.